مشاهدينا الكرام، نستمع الآن إلى تصريحات التي نقلها لنا مراسل تلفزيون نهار من قسنطينة كريم لونيس من طرف السكان قسنطينة حول هذا الحفل الذي أثار جدلا واسعا. يعني حدث كما هذا من الطبيعي ويعني في تقاليد الجزائر ديما يعني المناسبة يكون الاختيار حسب المناسبة، ويكون يعني الفن راقي، وهذا تخليدا للشهداء وتخليدا للثورة الجزائرية. لازم نحترموا الثورة الجزائرية ونحترموا معاناة يعني الجزائر، والحمد لله اليوم رانا في استقرار. لازم نرجعوا الجميل، على الأقل هذوك اللي ماتوا ما يتقلبوش كما نقولوا احنا. راني نؤيد يعني هذا الرفض هذا اللي المواطن القسنطيني اللي رفض هواري منار، لان صراحه لازم شويه نرفعوا في المستوى نتاع الغناء نتاعنا، ولا حتى يعني كي نقول المستوى نتاع الثقافه بصفه عامه. لان علاش صبحت يعني الجزائر صبحوا فيها يعني عده كوارث من الناحيه الثقافيه الى اخره. اين هم الدكاتره هذو؟ اين هم؟ انا ماذا بيا مثلا في اول نوفمبر ما نشوفش انا هواري منار يجي يغني لي على نحبك وتحبيني الى اخره، ونحط راسي وما نعرف واش الى اخره. سي بوكو، سي ترو. الذكرى هذه لازمنا اسماء معروفه، اسماء اللي خلات البصمه تاعهم، واللي محافظه على الفن الاصيل الجزائري. انا نظن باش ما نقيس حتى واحد، انا نظن لازم يهتموا بالفنان الجزائري الاصيل. يكون اختيار مليح، يكونوا ناس اللي يمثلوا صح الشعب الجزائري، لانه شبان هذو تاع الملاهي ماهيش حاجه مليحه يعني لهذا التاريخ. إذا مشاهدينا الكرام، وفي نهاية هذا الملف نذكر فقط أنه لم يلغى الحفل، ولكن تم شطب اسم هواري منار وتم استبداله بالفنان